النهارده هنشوف مع بعض ارخص فندق موجود في الساحل الشمالي او ارخص شقه تقدر تسكن فيها وانت موجود في الساحل الشمالي. بس انا هكمل، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتوصلوا الفيديو ل 10000 لايك عشان تدعموني ان انا اكمل معاكم السلسله دي. احنا حجزنا هنا شقه ل4 اشخاص في بورتو مارينا، فخلينا نشوف شكل الشقه عامل ازاي ونشوف ايه الصلاحيات اللي بتاخدها لما تنزل في الشقه دي. اول ما تخش الشقه في ابواب كده كتير بتيجي على ايديك الشمال، فخلينا نشوف اول باب فيه ايه. هنا في اوضه نوم فيها سريرين وحاطط لك كمان بشاكير عشان خاطر لو عايز تنزل البول او عايز تنزل البحر او كده. الغرفه حجمها متوسط يعني مش كبيره قوي ومش صغيره. الغرفه برده فيها دولاب يعني مدفون كده جوه الحيطه، حجمه ظريف يعني يكفي الشخصين اللي هيقعدوا هنا في الغرفه. برده الدولاب فيه مكان فوق كده، معرفش يعني مكان عالي قوي صراحه، يعني مكان فوق الدولاب تبع الدولاب برده عالي قوي صراحه، معرفش مين اللي ممكن يحط لبسه فوق يعني. وفي هنا مكان فيشه وفي مكان بتاع الريسيفر. اعتقد الغرفه هنا كان فيها تلفزيون وهم شالوه. شيلوا التلفزيون ليه يا جدعان؟ التلفزيون بيبقى مسلي. وانت بتحجز الشقه بقى في ورقه بتمضي عليها فيها الحاجات اللي موجوده داخل الشقه عشان تمضي على الحاجات اللي انت استلمتها. السرير مريح جدا صراحه، يعني السرير مريح بشكل رهيب، ولكن حجمه صغير يعني اعتقد ده مش سرير ناس كبيره، يعني ممكن اطفال مثلا ناس في سن المراهقه يكون كويس، ولكن بالنسبه لناس كبيره اعتقد ده هيكون صغير جدا. يعني مساحه السرير مش كبيره قوي يعني. جنب السرير برده هنا في كومودينو، في ادراج وكده، برده كومودينو ظريف، في مخرجين كهرباء. الغرفه طبعا مكيفه وحاطط لك ريموت التكييف هنا برده عشان تتحكم في التكييف. يعني غرفه ظريفه صراحه، غرفه كده للاطفال ظريف مش للكبار اعتقد، لان السرير صغير شويه. تعالوا بقى نكتشف بقيه الشقه. شوف الباب ده فيه ايه. في هنا حمام صغير عشان لو انت لسه طالع من البول او من البحر او كده فتيجي مثلا هنا تاخد دش او حاجه. في هنا مكان للشاور بحيث لو انت طالع من البحر او حاجه تاخد دش بتاعك على طول. حاطط لك هنا شامبو وشاور جل، ولكن شاور الجل من غير غطا، يعني غالبا ده كان بتاع الناس اللي قبلينا نسيوا يحطوا الغطا يعني. في هنا سخان، وهنا برده حاطط لك فوطين وفوطه للوش او كده. برده الحوض يعني صغير جدا، يعني عاجبني حجمه صراحه، كيوت خالص، صغير جدا جدا. بص بالنسبه لايدي شكله عامل ازاي. حمام بسيط في اول الشقه كده عشان ما تبهدلش الدنيا. تيجي هنا تاخد دش بتاعك تغير هدومك قبل ما تبهدل الدنيا. تعالوا نكمل مع بعض اكتشاف بقيه الشقه. عندك هنا طبعا المطبخ في كل التجهيزات تقريبا، كوبايات للقهوه، كوبايات للشاي، كوبايات عاديه لو عايز تشرب عصير او ميه، كمان كنكه عشان لو عايز تعمل بن. مهتمين بالتفاصيل والله. مجات بيضه شكلها ظريف، بحب المجات صراحه، لكن الرخامه مستفزاني صراحه. مش عارف ده يعني هي كده متوسخه ولا ده محروقه ولا ده ايه، انا مش قادر افهم يعني ده ايه. عندك هنا سخان لو عايز تطبخ حاجه او كده، في سخان هنا تحط عليه حله او تعمل اللي انت عايزه. عندك هنا ميكرويف طبعا وكاتل. هنا كمان في سكينه وشوك ومعالق عشان تستخدمهم في اي حاجه انت عايزها. عندك برده هنا حلل عشان خاطر تستخدمهم مع السخان اللي فوق، عشان لو انت عايز تطبخ او حاجه فعندك حلل باحجام مختلفه واشكال مختلفه عشان تعمل فيها اي حاجه انت عايزها. فبالنسبه لي المطبخ ظريف وفيه كل حاجه تقريبا انا محتاجها. هنا الليفنج عشان خاطر لو انت عايز تقعد او تريح او كده تتفرج على التلفزيون. الكنبه اللي هناك دي بتتفتح وتتحول لسرير يعني. عندك هنا تلفزيون سوني مقاسه مش كبير قوي، 32 بوصه تقريبا، ولكن ظريف. من محبين براند سوني انا صراحه، واكبر دليل على كده ان انا بصور بكاميرا سوني ديت بحبها جدا. عندك تحت التلفزيون في مكتبه، معرفش ايه ممكن تستخدمه تعمل فيها ايه او كده، ممكن تحط اي حاجه او بتاع. في هنا 4 ادراج. في هنا رف تاني في تليفون، ولكن اعتقد التليفون دوت مفصول. عندك ثلاجه كبيره جدا، حجمها كبير خالص، مش زي الثلاجات اللي ممكن تشوفها في اي شقه فندقيه. كولا زيرو عشان ما تقولوش ان انا مش مهتم بالدايت. حجم الفريزر في الثلاجه هنا واسع جدا، لو انت معاك مجمدات او حاجه عايز تستخدمها تطبخها بعدين، فحجم الفريزر كبير جدا صراحه. واجمالا حجم الثلاجه عاجبني، يعني حجم الثلاجه عاجبني ان هو واسع وكبير يكفيك عايز تقعد مده طويله صباح الفل، ما عندكش اي مشكله. هنا بقى الماستر بيدروم، غرفه النوم الرئيسيه. حجم الغرفه ضيق شويه، يعني حاسس ان الغرفه ضيقه شويه، لكن فيها مساحات للتخزين كتير جدا. يعني هنا عندك مساحات للتخزين ورا السرير وفوق السرير والدولاب، ويعني في الناس عايزاك تبات، يعني عايزاك تقعد هنا تقضي وقت طويل، تقعد اسبوع اسبوعين ما اعرفش، بس في مساحات للتخزين كبيره قوي. هنا عندك تسريحه قدام السرير على طول، يعني بص حتى الكرسي ما فيش مكان ان هم يدخلوه فحاطينه جنب التسريحه. المكان صراحه ضيق شويه، ولكن الحلو ان انت عندك هنا حمام داخلي جوه الغرفه. كمان اعتقد ان هو اوسع من اللي بره سنه، اوسع من اللي بره حاجه بسيطه. عندك هنا بشكرين وهنا فوطين. هنا طبعا في حوض وبرده في شاور جيل وشامبو وصابونه. الشاور جيل هنا مقفول مش زي اللي بره. عندك هنا منطقه الشاور حاطط لك فيها مساحه عشان خاطر لو ما اعرفش عايز تنظف الحمام او حاجه. الشاور شكله ظريف، تاخد الدش بتاعك عادي جدا. بس هنا غرفه النوم صراحه حجم السرير كويس، يعني مقارنه بحجم السرير اللي بره، فهنا حجم السرير مريح جدا. هنا التكييف مكانه غريب شويه، يعني التكييف هنا فوق السرير على طول مستخبي ورا المكان بتاع التخزين دوت. انا بشوف ده صراحه حاجه كويسه، لانك انت لو مثلا في المكان الضيق ده والتكييف هنا مثلا برد جدا بقى وانفلونزا وكل اللي انت عايزه، ولكن هنا مكانه مستخبي فيوزع لك كده بروده جوه الغرفه بشكل كويس كده. بعد ما شفنا كل حاجه في الشقه فتعالوا مع بعض بقى نشوف الفيو. هنا فيو بص على الاكوا بارك. في هنا اكوا بارك للاطفال وفي اكوا بارك للكبار. الكبار مثلا ممكن ليهم لعبتين او حاجه، لكن الصغيرين في اكتر من لعبه. تقدر تقول اكوا بارك بسيطه ظريفه تغير لك كده الاجواء. في البلكونه طبعا حاطط لك منشر عشان لو عايز تغسل حاجه وتنشرها وكده. وفي هنا 3 كراسي وترابيزه عشان لو عايز تقعد وتستمتع بالاجواء. كده يبقى شفنا كل حاجه في الشقه بتاعتنا، فتعالوا مع بعض ننزل نشوف ايه اللي موجود في بورتو مارينا. جنب بقى منطقه الحمام السباحه والاكوا بارك، في هنا عبور فيه بار تقدر تطلب منه اكل، بيتزا او مشروبات او اي حاجه انت عايزها. اي حاجه انت محتاجها برده موجوده جنب البول على طول. جبنا بيتزا تشيكن باربيكيو، شكلها ظريف جدا صراحه وحجمها كويس معقول. والحلو جبنا فطيره اسمها فطيره شهر العسل.
المفروض دي انها عليها نوتيلا ومكسرات وفاكهه، برده شكلها ايه يفتح النفس. جرب بقى ايه البيتزا مع بعض، بيتزا تشيكن باربيكيو. طعمها صراحه كويس جدا وسعرها 110، فتبقى لاسعار الساحل اعتقد ده سعر مناسب جدا يعني. ندي واحده كمان. حلو، حلو جدا. نجرب فطيره شهر العسل. هو الموضوع يا اما هيقلش يا اما هيكون كويس، فخلينا نشوف. دي فطيره عليها سكر من فوق، محشيه زبيب ومكسرات، ده اللي انا شايفه صراحه لحد دلوقتي. مش حلوه تماما، ما عجبتنيش. تشيكن باربيكيو احلى بمراحل صراحه، ديت لا يعني ده يقول لك ان انت ايه ما تالفش، ما تجيبش حاجه انت مش فاهمها. فطيره نوتيلا، فطيره سكر، ده صراحه تاليف ومش هكرره تاني. صراحه حلو في المكان دوت ان هو فاتح 24 ساعه، فانت مش محتاج انت تقلق. لو انت عايز تاكل اي حاجه تقدر تيجي هنا، واسعاره معقوله صراحه. فكره البار بتاع حمام السباحه ان هو يفضل شغال 24 ساعه، فدي حاجه رهيبه صراحه. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي موجود في الفندق تاني. جينا عند الشط هنا صراحه الدنيا لطيفه لابعد حد. الشاطئ هنا في بورتو عموما جامد جدا، القعده حلوه، في شезلونجات مريحه، كمان في ناس بتعدي كل شويه لو انت عايز تطلب حاجه او كده. في بار قريب، في كمان تيم انيميشن بيشجعوا الناس ان هم يعملوا نشاطات او كده. لو عايز تلعب كوره بيكونوا فريق وينزلوا ماتش وكده. الشط صراحه لون المايه خيالي، وده المتوقع في الساحل الشمالي، انت دايما هنا المايه بتلاقيها حلوه وجميله لابعد حد. رمله ناعمه جدا وشكلها جامد جدا، والقعده على الشط صراحه روعه. في كميه محلات كبيره جدا في كل حته انت بتمشي فيها، ولكن لسه عشان شهر 6 ما بداش، فايه كتير منهم ما فتحش. وهنا في مركب بيتاجر بياخدك جوله جوه المكان كله. هنا سوداء العزب عشان لو عايز تجيب اي حاجه، وهنا في برضه ايه محل العاب. لو عايز تجيب اي حاجه تشربها او تاكلها، فكل حاجه موجوده في السوبر ماركت. عندك في هنا كولد ستون، مطعم مورانو، عندك مثلا في فرع هنا للسي اي بي، هنا في كوستا كافيه، جنبيه دريم 2000 لو عايز تشتري حاجه لتليفونك او حاجه. يعني مثلا بص ده مكان لسه بيتفتح تقريبا وبيجهزوه، تقدر تقعد تطلب الحاجه بتاعتك تضربها على البحر على طول. المكان صراحه للتمشيه جامد جدا، اجواء جوه الفندق تمشيه محلات، والموضوع يعني مبهج كده، في هوا وفي طراوه والدنيا حلوه. استكمالا للحاجات اللطيفه، في هنا مثلا عربيه ايس كريم، في هنا تي بي اس هناك، وانت ماشي بقى ايه في موسيقى هاديه شغاله، بحر على شمالك، مطاعم والقعدات اللطيفه على ايديك اليمين. في بعض الحاجات لسه بتجهز عشان خاطر السيزون بتاع الصيف، تلاقي محلات لسه ايه بتفرش وبتجهز زي حاجات على ايديها اليمين ديت. طبعا عندك هنا مطاعم رئيسيه زي تشيلز واستوديو مصر، في هنا برده موفنبيك لو عايز تاكل ايس كريم وكده. وهنا بقى في مارينا، الناس اللي بتركن اليخت بتاعها هنا، قاعده حلوه جدا جدا جدا. بعد ما شفنا غرف اتفرجنا على كل حاجه موجوده في الفندق، تعالوا مع بعض عشان نجرب العشاء بتاعهم. طبعا لما تحجز الشقه انت بتبقى اقامتك بدون وجبات خالص، ولكن جينا هنا في المطعم الرئيسي عشان خاطر نتعشى. سعر الفرد 150 جنيه، اوبن بوفيه في كل حاجه تقريبا انت عايزها. فجبنا كده شويه حاجات، خلينا نجرب. جبنا سمك فيليه وسبرينج رول، خضار سوتيه، رز، شويه سلطات على الخفيف. ده شكل السمك شكله جامد، خلينا نجرب مع بعض. جامد السمك جامد. المطعم من جوه شكله واسع جدا، اماكن القعده ظريفه جدا، الوان بقى ابيض ورمادي وكده. خلينا نجرب كده السبرينج رول. سبرينج رول من الاخر جامده جامده جامده، سبرينج رول عالميه. جبنا هنا باذنجان مخلل، بابا غنوج وحمص وطماطم متبله. ما ينفعش طبعا سمك من غير بابا غنوج. نضرب بابا غنوج رهيب. كان في برضه عندهم كبده شكلها تفتح النفس جدا، فقلت كده نشوف نظامها ايه. شكلها جامد رهيبه. تجربه العشاء عندهم من الاخر، الكبده دي ملهاش حل. لو انت تنزل هنا لازم تجرب المطعم بتاعهم مره على الاقل. سعر الشقه هنا الاربع افراد وطفلين هو 1500 جنيه، وكمان كان في اوفر وقت ما انا حجزت ان انت لو حجزت ليلتين ب 2000 تاخد الثالثه مجانا، يعني 3 ليالي ب 4000، فيها خصم 500 جنيه تقريبا. ولكن الاسعار متغيره، ده وقت اللي انا حجزت فيه في شهر 5، في اخر شهر 5، فطبعا السعر في شهر 6 وشهر 7 ممكن يرتفع عن كده او ممكن يختلف تماما عن اللي انا بقوله، ولكن دي الاسعار وقت ما انا حجزت الشقه. وكده يبقى شفنا مع بعض ارخص شقه تسكن فيها في الساحل الشمالي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.